السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة رجعت لكم بفيديو جديد، والفيديو ده بيتكلم عن زيت اسمه زيت جنين القمح، وهنعرف ايه هي اهم فوايد الزيت ده. في البداية كده، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنتكلم بقى ونقول ان اول حاجة، لو حبينا نقول احنا ازاي بنجيب جنين القمح، هنقول ان هو جزء صغير جدا موجود في مركز حبة القمح، وحجمه صغير جدا بس فايدته كبيرة. واحنا عارفين ان القمح اساسا موجود فيه اجزاء مهمة ومسؤولة عن تكاثر نبات القمح، فهو كنز غذائي مهم. وبالرغم من كده احيانا بيتم التخلص منه لما بنيجي نطحن حبوب القمح عشان ننتج القمح. فجنين القمح ده هو أكبر جزء غني بالفيتامينات والمعادن في نواة القمح. وزيت جنين القمح هو زيت طبيعي غير مكرر، والزيت ده بيكون لزج شوية وليه ريحة واضحة وحادة. وبيعتبر زيت جنين القمح مصدر غني للأحماض الدهنية أوميجا 6 بشكل أساسي، بالإضافة إلى أوميجا 3، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات زي فيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين د وفيتامين ه وغيرها. طب تعالي أقولك يا ست البنات، بنستخدم زيت جنين القمح في إيه؟ أول حاجة الاستعمال الموضعي، إن الجلد بيمتص زيت جنين القمح فبيبقى كويس جدا للاستعمال الموضعي، لأن المكونات اللي بيحتوي عليها الزيت بترطب الجلد. اكمن زيت جنين القمح فيه نسب عالية من الفيتامين ه، وده بيساعد على تقليل الضرر اللي بيصيب الجلد واللي بيؤدي لظهور التجاعيد والحفاظ على لون بشرة موحدة. بالإضافة بيساعد على التخفيف من الالتهابات الجلدية، وبيعتبر علاج بديل مفيد للإكزيما والصدفية، وبرضو العناية بشعرك، عشان بيحتوي زيت جنين القمح على نسبة عالية من الحمض الدهني اللي هو أوميجا 6، المعروف بأنه مغذي للشعر. فلما احنا بندلك فروة الراس كده بزيت جنين القمح، طبعا بنخففه شوية أو نحطه مع الشامبو أو البلسم، فبيساعد في تحسين مظهره وقوة الشعر، وبرضه ممكن يساعد على منع تساقط الشعر ومنع ظهور القشرة. وكمان من فوائد زيت الجنين القمح إن هو بيحتوي على أوميجا 3 اللي بيقلل الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية والتقليل من ضغط الدم وتقليل من الإصابة بأمراض الأوعية الدموية والنوبات القلبية والجلطات. وكمان زيت الجنين القمح بيساعد على زيادة حرق الدهون عن طريق تحفيز عمليات الأيض في الجسم، عشان بيحتوي على أوميجا 3 اللي بيعتبر مصدر غني بالطاقة، والجسم مش بيخزنها على هيئة دهون، فبيساعد من التقليل من دهون البطن وحرق الدهون بكثرة عند الاستعمال الزيت باعتدال. والزيت ده بيحتوي على مضادات للأكسدة، فبيساعد على تحسين الصحة العقلية وتحسين الذاكرة والقوية من الأمراض العصبية. وبيحتوي هذا الزيت على عنصر المغنيسيوم، وهو عنصر أساسي في جسم الإنسان، وليه دور مهم في تنظيم سكر الدم لمرضى السكر. بالنسبة لزيت الجنين القمح فوائد للبشرة، أول حاجة إن هو بيسرع عملية شفاء الجروح والحروق والتخفيف من حكة البشرة والوقاية من سرطان الجلد. وكمان زيت جنين القمح بيساعد على تفتيح لون البشرة. وفي بنات حلوين بيحبوا يستخدموا زيت جنين القمح عشان يكبر خدودهم شوية، عشان هما بيعانوا من نحافة الوجه، قضاء على الهالات السمراء واسمرار الجسم، وبيساعد على تقوية البشرة والتقليل من ظهور التجاعيد وإزالة التهابات الجلد.
وعايزة أقول لكم طريقة تخزين زيت جنين القمح اللي إحنا لازم نحطه في مكان مظلم بعيد عن الشمس ودرجة الحرارة العالية، فيمكن تخزينه داخل التلاجة للاحتفاظ بيه في حالة جيدة لمدة أطول. وإن زيت جنين القمح له دور مهم في تقوية جهاز المناعة، وبيساعد النساء خصوصا أثناء الحمل، وخصوصا الفترة الأولى من الحمل، بيساعد على زيادة الإخصاب، ويساعد على تثبيت الجنين، وبيساعد على ضبط نسبة الكوليسترول في الدم والتخلص من القلق وسوء المزاج، ويرطب ويغذي البشرة الجافة، فهو مناسب جدا للعناية بالبشرة الجافة، وهو مضاد للالتهابات ويعالج مشاكل عديدة للبشرة. أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.